هعمل بقى معاكم النهاردة كيكة للناس الكسلانة. كله كده في الخلاط، مكونات بسيطة جدا وكلها متوفرة عندك في البيت. هعمل معاكم كيكة البرتقال بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هتطلع معاكم هشة ومرتفعة زي ما انتم شايفين كده بالظبط. لونها وجمالها وطعمتها مفيش احسن من كده. عايزاكم تجربوها بقى وان شاء الله تعجبكم جدا. طعمها ونكهة البرتقال فيها يا جماعة قوية جدا، لان احنا هنعملها بطريقة يعني حلوة قوي تبين كمان طعم البرتقال كده وانتي بتاكلي الكيك. تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديدة. اول حاجة هحط هنا 4 بيضات، وعلى البيض هنزل كوباية من السكر وهحط كمان فانيليا. زي ما قلت لكم انا هعمل كل حاجه في الخلاط تمام. بعد كده هنزل معلقه كبيره من الخل، والخل يا جماعه بيخلي قوام الكيك يعني هش كده ولونها حلو. بعد كده بعد ما نزلت بقى السكر والبيض والفانيليا هنزل بقى نص كوبايه من الزيت. عاوزين تحطوا 3 بيضات تمام، عاوزين تحطوا 4 بيضات مفيش اي مشكله. يعني لو عندك 3 بيضات حطيهم، مش ما توقفش الوصفه على 4 بيضات تمام. بعد كده بعد ما بضرب كل الكلام ده مع بعضه بحط بقى بشر برتقان. كنت جايبه معايا برتقانه وبشرتها بالشكل ده زي ما قلت لكم. انا هعملها لكم النهارده، نكهه البرتقان باينه قوي فيها وجميله جدا. هحط بقى بعد كده كوبايه من العصير البرتقان تمام. فوق بشر البرتقان كده. بعد كده يا حبايبي زي ما قلت لكم كله كده في الخلاط، وهنضرب بقى كل المكونات مع بعض. البيض والسكر والزيت وبشر البرتقان وكوباية عصير البرتقان كله كده مع بعضه تمام. بعد كده بجيب بقى كل المكونات اللي احنا ضربناها في الخلاط، بنزلها كده في بولة غويطة تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزاكم لما تيجوا تعملوا الكيكة تلتزموا ان انتوا تعملوا بمعيار واحد، يعني معيار كوباية واحد. عملتوا كوبايه كبيره اعملوا كوبايه كبيره. كوبايه الشاي بلبن اللي انت بتشربي فيها في الشاي بلبن اعملي حطي الدقيق والزيت نفس المعيار تمام. كوبايات المعياريه برضو لو هتستخدمي كوبايات معياريه استخدميها في الدقيق والزيت والسكر وكل حاجه. بعد كده بجيب هنا 2.5 كوبايات من الدقيق بنخلهم، وبحط بقى رشه ملح يعني ربع معلقه صغيره من الملح، وبنزل باكو من البيكنج باودر تمام كده. ونخلي الدقيق علشان يديكي نتيجه احلى للكيك. بقلب بقى كل الكلام ده بالمضرب اليدوي كده عادي، يعني بالمضرب اي مضرب يدوي عندك. قلبي كده الكيكة ودخلي بقى المقادير البودرة مع المقادير السايلة، وتبقى معاكي بالقوام القمر اللي انت شايفينه ده. وانا مش عايزاها بقى ولا تقيلة قوي ولا عايزاها خفيفة قوي، حلوة قوي كده تمام. بعد كده حبايب قلبي بجيب بقى الصينية اللي انت هتستخدميها، صينية طويلة مدورة اي نوع صينية تمام. بتجيبيها، انا هنا هبطنها بالسمنة بس، مش بحط بقى ولا رشة دقيق ولا اي حاجة. عايزين تحطوا رشة دقيق مفيش اي مشكلة حطوا تمام. انا بحب كده ادهنها بسمنة، والسمنة لو كانت بلدي كمان بتخلي الكيكة طعمها حلو وتفضل طرية معاكي لوقت طويل تمام. بعد كده حبايبي بنزل بقى الكيكة قوام الكيكة ده اللي احنا عملناه مع بعض، بنزله في الصينية بالشكل ده. طبعا وانت اول ما تبتدي في الكيكة تكوني مجهزة الفرن وايضا ومسخناه تمام. بتحطي بقى الكيكة وتخبطيها كام خبطة كده علشان تخرجي منها الهواء. لازم تعملي برضو الحركة دي علشان يطلع منها الهواء. تحطيها بقى في الفرن على درجة حرارة 170. ما تعليش درجة الحرارة قوي ولا توطيها قوي، خليها كده وسط. 170 حلوة قوي. زي ما قلتلك خلي الفرن يسخن قبلها، يعني اول ما تخشي كده وتبتدي في الكيكة شغلي الفرن يسخن تمام. بعد كده يا حبايبي بتسيبوها بقى نص ساعة في الفرن على درجة حرارة 170 زي ما قلتلكوا، على فرن ساخن مسبقا. بعد كده بتطلعوها بتبقى معاكم بالقمر ده. انا مستنيتش يا جماعة تبرد، بصوا وهي سخنة مولعة كده في برد الشتاء تاكلوها جنب كوباية شاي بلبن بقى دي بالليل. تخيلوا بقى، تخيلوا الطعم. عايزة اقول لكم بتدوب في البق، حلوة جدا يا جماعة، هشة ومرتفعة. وزي ما قلت لكم نكهة البرتقال فيها باينة جدا وريحتها، يعني مفيش بعد كده.
عايزاكم تعملوها بطريقتي وبنفس الطريقة بالظبط، والخطوات هتعجبكم جدا. شايفين طريقة ازاي؟ بجد يا جماعة من احلى واجمل الكيكات اللي ممكن تعملوها في الشتاء. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس عشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل وصفاتي الجديدة، وحطوا لايك. بحبكم قوي، استنوني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد، ومع السلامة وباي باي.